مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة وبودكاست التمريناتي. معاكم محمد شاهين ويلا بينا نبدأ. قبل ما نبدأ بحب أعتذر عن حلقة الخميس اللي فات، لأن كل الحلقات اللي كنت مسجلها وعامل لها سكادجول إنها تنزل يوم الخميس الساعة 7 كلها كانت نزلت، ويوم الخميس اللي فات المفروض كانت تنزل حلقة تانية في الميعاد العادي بتاعنا، ولكن طبعا مع الأحداث اللي بتحصل الواحد يعني دماغه مش فيه، ما كانش عنده القدرة إن هو ي- يكتب سكريبت أو يفكر في فكرة جديدة. فللأسف الخميس اللي فات ما كانش فيه حلقة، ولكن هنكمل إن شاء الله في ميعادنا عادي ابتداء من الخميس ده، وكل خميس بإذن الله الساعة 7 زي ما اتعودنا. النهاردة هنتكلم عن الفرصة. إزاي أستغل فرصة جات لي، سواء أنا خلقتها، أنا اللي عملت الفرصة دي لنفسي، أو إن الفرصة تكون جات لي صدفة. الفرصة كده تكون جات لي زي ما بيقولوا على طبق من دهب، وأنا استغليت الفرصة دي. طب هي فرصة إيه؟ ممكن تكون الفرصة دي إن أنا أحسن من أدائي، إن أنا أتطور، إن أنا يبقى ليا نظرة مستقبلية لمنتج معين، المفروض إن هو هيكون هو نواة المستقبل، هو الأساس في المستقبل. الكلام دوت ليه أنا بدأته أو ليه حبيت أتكلم معاكم فيه؟ علشان حاجتين. الحاجة الأولانية هي إن في حاجة اسمها الريسك. إمتى تاخد الريسك وإزاي؟ إزاي تخاطر؟ مش هقول لك بقى بكل ما تملك، الموضوع هيبقى كبير قوي لو قلناها كده، بس في حاجات لو أنت أخدت فيها ريسك، الريسك ده ممكن يؤدي لحاجة من الاتنين ملهمش تالت. يا إما إنك تنجح وتكمل وتعلى، يا إما هيدمرك تماما. هنتكلم النهاردة على بعض الأمثلة لناس استغلت الفرصة. في ناس منهم نجحوا، وفي ناس منهم فشلوا. في ناس ما استغلوش الفرصة أصلا وبالتالي فشلوا واتداس عليهم، لا مؤاخذة يعني في الكلمة. ما كانش عندهم رؤية مستقبلية، ما كانش عندهم آم، تطلع للتطوير. آم، كل اللي فيها اللي هو نظام إيه، إحنا ناجحين دلوقتي فإحنا ليه نغير؟ فاهم أنت الكونسبت بتاع ما هي شغالة ما تلعبش فيها؟ لا، الكونسبت ده ساعات بينفع في حاجات وساعات لا. هقول لكم مثال، أول مثال معانا ومثال بقى من على ارض الواقع. بما اننا بنتكلم عن الاحداث اللي احنا فيها دلوقتي، فهديكم مثال من ارض الواقع. سبيروس باتس وشنايدر وشيبسيكو وبيك شيبس وتايجر وكل الحاجات والشمعدان والحاجات المصرية اللي ظهرت مؤخرا، اللي بتقول انا هو. الناس دي استغلت الفرصة. في ناس منهم اوريدي كانوا موجودين في السوق، بس كانوا غرقانين تحت سيطرة الاسامي الكبيرة بتاعة العالم اللي ما بيتسموش والداعمين لهم. فالناس يعني عارف انت بيفكرني بمنظر الانسان اللي بيغرق وراسه يعني ها تحت سطح الميه بحاجه بسيطه، هو محتاج بس يطلع يشم نفسه. وده اللي حصل مع المقاطعه. لما الناس بدات فعلا تفهم مبدأ المقاطعه ونشتغل بيه، ومش بس مقاطعه عشان اللي بيحصل في غزه، لا، ده مقاطعه للمنتجات دي عشان اعلي منتجاتي واحسن اقتصاد بلدي وافتح بيوت ناس مصريين. ده في حد ذاته مكسب لينا بصراحه. الناس دي استغلوا الفرصة دي. اللي كان موجود ثبت وجوده أكتر، واللي ما كانش موجود بدأ يظهر. يعني سبيروس بيتس ده من سنة 1920 تقريبا على ما أتذكر، يعني معدي ال 100 سنة، أكتر من تاريخ اللي ما يتسموش بكتير يعني. شنايدر ظهر، سينا كولا قال أنا هحسن، شيبسيكو وبيك شيبس وتايجر والشمعدان ومش عايز أقول أسامي معينة عشان ما أبقاش أنا مثلا بأهمل الأسامي التانية، بس دي الأسامي اللي على بالي، اللي أنا بستخدمها أنا شخصيا يعني. فالناس دي خدت ريسك. خدت ريسك إيه؟ إن هو أنا أهو، أنا موجود، اشتروني. فلما نشتري كتير فالإنتاج يزيد، فأنا هحتاج عمالة، هحتاج خط إنتاج، هحتاج نقل، هحتاج موظفين، هحتاج محاسبين، هحتاج مناديب توزيع وتحصيل.
الناس دي كلها بقوا متعلقين في رقبتي. المقاطعه دي، او بلاش المقاطعه بقى، يعني مش هنتكلم في المقاطعه، هنتكلم في استخدام المنتج المصري بدل اي منتج تاني. الفكره دي او الكونسبت دوت لو ما استمرش الناس دي تخرب بيتها، سواء اصحاب الشركات نفسهم، لان اكيد هياخدوا قروض بقى وبتاع عشان يعملوا خطوط انتاج جديده ويشتروا عربيات ويعينوا ناس، او الناس اللي شغاله معاهم برضو المصريين هيتخرب بيتهم. ففي كل الاحوال هو اخد ريسك، وهو ما يقدرش ياخد الريسك دوت غير لما يكون مطور من نفسه عشان يديني منتج ما يخلينيش ارجع للبديل الوحش اللي انا مش عايز ارجع له اصلا. ما انا في الاول وفي الاخر يا جماعه، أنا على الاقل دلوقتي احنا بنتكلم في اكل وشرب. طبعا في حاجات تانية بقى، في لبس وفي الكترونيات وفي الحاجات دي ممكن ما يكونش ليها بديل مصري قوي، بس انا بتكلم عن الحاجات اليوميه. تمام. فلما يجيش عليا يوم اقول ايه، خلاص بقى سبيروس باتس ده ولا شنايدر ده ولا مش عارف باز ده ولا مش عارف ايه، خلاص بقى وجع لي بطني. يا عم بيبسي وخلاص بقى، يا عم كوكاكولا وخلاص بقى. تمام. لو الناس دي ما حافظوش على مستواهم، محدش هيكمل معاهم. معلش، انا بدفع فلوس مقابل منتج يرضيني. في الاول انا عشان المقاطعه وعشان اخواتنا في غزه والكلام ده كله، بس في مرحله ما هقول لا يا جماعه، انا بطني وجعتني، انا ابني بطنه وجعته، انا مراتي بطنها وجعتها، وهكذا. فلازم لو هتاخد الفرصه، لو هتاخد الريسك، خليك قده. لان هو اكيد مش بيفكر ان هو هيلم شويه فلوس دلوقتي بالجوده الحاليه اللي انا هفضل محافظ عليها زي ما هي، سواء كانت حلوه او انا زي ما انا كده مش هتطور، ويبقى متوقع الناس هتكمل معاه. ده مستحيل. الحاجه التانيه اللي عايز اتكلم معاكم فيها، حته ان انا اكون مسيطر على سوق ما بشكل فج، لدرجه ان انا من الاخر كده زي ما بيقولوا بالبلدي ابيع واشتري في الناس براحتي، زي المعلم اللي بلقسي في سلام يا صاحبي. الناس بتتحايل عليه، طب ادينا بسعر امبارح يا معلم. لا هو كده، لان مفيش غيره. مين؟ اخونا مارك والفيسبوك. الراجل دلوقتي وصل لمرحله انه بيقدر يحرك العالم بكلمه. الترند اللي على الفيسبوك يقدر يحرك العالم. وعلشان كده مش عيد بقى الكلام اللي قلناه في حلقات من القلب، ان احنا لازم صوتنا يتسمع وان احنا لازم نروح لمنصات تانية والكلام ده كله. بس الراجل فعلا عنده خوارزميات تقدر تمنع الاصوات اللي هو عايزها وتسمح بالاصوات اللي هو عايزها. عايز يمنع حاجه هيمنعها، عايز يسمح بحاجه هيسمح بيها. خلاص انتهينا. فالراجل ده فعلا عنده القدره انه يعمل كده. مثال تاني اقل شويه بس يديك نفس المعنى. شركه ابل والايفون، الناس مهووسه بيه لان الحق يتقال يعني، المنظومه الاعلاميه لشركه ابل نجحت تماما في ايصال فكره ان الايفون ده مش اي حد يمسكه. فاي حد عنده عقده نقص، مع احترامي لاي حد يمسك ايفون يعني عشان ما تفهمش غلط، في بعض الناس وللاسف ناس كتير عنده نقطه عقده نقص، عنده نوع من انواع الاحساس ان هو اقل من غيره، فيمسك ايفون علشان يبان ان هو حاجه. ايفون على فكره لو اتكلمنا فيها تكنولوجيا، هو ما بيقدمش اي حاجه اكسترا عن اي نوع تليفونات تاني، بس هو بقى رمز الاليجنس، رمز الاناقه، رمز ال ال الوضع الاجتماعي العالي. يعني ممكن يجيب بالتقسيط عادي يعني. تمام. اتعمل حاجه اسمها الفان بويز للايفون، اللي هم اي حاجه شركه ايفون شركه ابل تعملها في الايفون يسقفوا وبا ايه الحلاوه دي، مع انه الحاجات دي معموله مثلا في تليفونات الاندرويد من 4 5 6 سنين. يعني لما عملوا التايب سي تشارجر، شاحن التايب سي في ايفون، قال لك طبعا عشان البيئه واحنا موافقين ومش عارف ايه وبتاع. طب يا جماعه التايب سي ده بقى له 5 سنين في تليفونات الاندرويد. لا لا، هو شركتنا هي اللي عملته. ومن ده كتير بقى في السوفت وير وفي الهاردوير، مش هنقعد نتكلم في تفاصيل يعني. اخر حاجه هتكلم معاكم فيها النهارده في الجزء بتاع الفرصه، استغلال الفرصه اللي تخليك اون توب او لا. هديكم 3 امثله. المثال الاول شركه كودك
لمستلزمات التصوير. الشركة دي يا جماعة في الثمانينات والتسعينات ما كانش في بيت يخلو من أفلام التصوير بتاعت كوداك اللي كانت في الكاميرات الضوئية العادية بتاعتنا. وما كانش فيه غيره. كان في أكفا وفي موديلات سوري يعني ماركات تانية من أفلام التصوير، بس كوداك كانت هي اللي ما فيش حل. في أواخر التسعينات في واحد أو في مجموعة ناس يعني راحوا شركة كوداك بفكرة الكاميرات الرقمية، الكاميرا الديجيتال. فكوداك قالت لهم ايه يا عم اللي انت بتقول عليه ده؟ احنا مسيطرين على الدنيا كلها، انت لازم هتقول لي ميموري ومش ميموري وبتاع، هحمض الفيلم ازاي واطبعه ازاي ومش عارف. لا 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 لا، دي فكرة مش هتنجح. سبحان الله، الكاميرات الضوئية دلوقتي مختفية، بقى بتتباع انتيكا، والكاميرات الديجيتال وكاميرات الموبايل هي اللي شغالة. المثال التاني شركة نوكيا، وما أدراك ما شركة نوكيا. نوكيا في الثمانينات أو يعني التسعينات والألفينات، يعني إيه ده؟ قسم الار ان دي، قسم الريسيرش والديفلوبمنت، أو قسم التطوير في نوكيا كان بيطلع موبايلات يا جماعة احنا لو بنشوف أشكالها دلوقتي بنتحسر. عبقرية في التصميم بشكل مش طبيعي، أشكال وأنواع، بص حاجة مش طبيعية. جم في أوائل الألفينات، يعني نقول 2005 2006 في الرينج ده، أو يمكن قبل كده بشوية، مخترعي نظام الأندرويد راحوا لشركة نوكيا بما أنها عملاق صناعة التليفونات المحمولة في العالم، وقالوا لهم يا جماعة احنا عندنا كذا 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 الكونسيبت بتاع الأندرويد والكلام ده كله. فطبعا نوكيا كالعادة سخرت منهم زي ما كودك سخرت من الكاميرا الديجيتال. قال لك ايه يا عم اندرويد وبتاع، يعني ايه اوبن سورس، ويعني ايه تليفون تاتش، ويعني ايه يعني ايه يعني ايه، لا 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 لا، ده انا البرنس في السوق. ونيجي دلوقتي فين نوكيا؟ باي باي. اخر مثال هنتكلم فيه، وده بصراحه يعني الكوميدي جدا بالنسبه لي، شركه ياهو اللي هي كانت محرك بحث وايميل سيرفيس بروفايدر، كانت بتقدم خدمه الايميل. مين راح لهم؟ مؤسس جوجل راح لهم وقال لهم انا عايزين نعمل شراكه، او نعمل يعني نوع من انواع التكامل بيننا وبين بعض، علشان انا ممكن اكون المستقبل. قال له ايه يا عم في ايه؟ ده ما فيش حد ما عندوش ايميل ياهو، ولا في حد ما بيستخدم اي حاجه تانية كمحرك بحث غير ياهو. اتكل على الله يا حبيبي، انت مين؟ انا معاك انت شراكه. تعال اتفرج على ياهو دلوقتي، مفيش. جوجل فين دلوقتي؟ قمه القمه. كوداك ونوكيا وياهو ما عرفوش يقروا المستقبل. انا دلوقتي في وضع مريح ينطبق عليهم فعلا كلمه الكومفورت زون، منطقه الراحه. انا قاعد مرتاح كده، ليه اقوم؟ ليه اتحرك؟ ليه اهز طولي واعمل حاجه جديده؟ احنا شغالين زي الفل. لو ما بصيتش للمستقبل، لو ما طورتش من نفسك، لو ما حسنتش ادائك، هيتداس عليك، هتختفي، هيصبح مصيرك الى زوال، ملهاش حل تاني. ناخد بالنا من نفسنا. حلقتنا خلصت النهارده، واتمنى تكونوا استفدتم منها. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. كان معاكم محمد شاهين، بودكاست التمانيناتي. الى اللقاء.